فضيحة الصحفي المستفز. شاهد كيف دمر مدرب اسكتلندا مؤامرة التقليل من أسود الأطلس بتصريحات تاريخية. انسحاب تام للأقلام المأجورة. مدرب اسكتلندا يصدم العالم. المغرب لا يقارن بأحد وهو المرشح الأول لكأس العالم. البداية يا سادة، وكما عودناكم دائما، دعونا نطري قلوبنا وألسنتنا بالصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لو كنت من عشاق هذا الوطن العظيم ومن المحبين الأوفياء لأسود الأطلس الذين يرفعون رؤوسنا دائما في المحافل العالمية، اضغط الآن على زر اللايك المتين واشترك في القناة إذا لم تشترك بعد، ولا تنسى تفعيل زر الجرس لتكون أول من يصله زلزال الأخبار الحصرية. أما بعد، ما حدث في الساعات الأخيرة في أروقة كأس العالم ليس مجرد تصريح عابر، بل هو زلزال حقيقي فجرته المؤتمرات الصحفية. بعد الملحمة الكروية النارية والمبهرة التي قدمها المنتخب المغربي أمام عملاق الكرة العالمية منتخب البرازيل في الجولة الأولى، خرج مدرب منتخب اسكتلندا الذي يتواجد في نفس المجموعة ويراقب الوضع برعب شديد ليطلق قنابل موجهة صدمت الجميع وألجمت أفواه الحاقدين والمشككين بطريقة لم يتوقعها أحد. فماذا قال هذا المدرب؟ وكيف دمر جبهة صحفي حاول التطاول على الأسود؟ تابعوا معنا التفاصيل المثيرة. عقب انتهاء تلك المواجهة الصعبة للغاية والتي أبلى فيها المنتخب المغربي بلاء حسنا وتألق فيها كعادتها استكمالا لتوهجه التاريخي في كأس العالم الأخيرة، خرج مدرب منتخب اسكتلندا ليتحدث لوسائل الإعلام، وعلامات الذهول والصدمة واضحة على وجهه مما رآه من كتيبة أسود الأطلس أمام السامبا البرازيلية. المدرب الإسكتلندي اعترف علنا وأمام الملايين قائلا: لقد تفاجأت حقا وصدمت بالقوة البدنية الرهيبة والالتزام التكتيكي الصارم والحديدي للمنتخب المغربي. هذا الفريق قدم اليوم مباراة مثالية بكل المقاييس الكروية، ونجح في فرض أسلوبه والسيطرة التامة على مجريات اللعب أمام البرازيل. وأضاف مؤكدا بلهجة حاسمة: هذا الفريق أثبت اليوم للجميع دون أدنى شك أو ذرة تفكير أنه أصبح رسميا من القوى العظمى في كرة القدم العالمية، وليس غريبا أبدا أو من قبيل الصدفة أنه يحتل هذا المركز المتقدم، المركز الثامن في تصنيف الفيفا العالمي. ولم يتوقف المدرب عند هذا الحد، بل واصل تفكير المفاجآت، مشيرا إلى أن المغرب بات عقبة حقيقية وكابوسا مظلما يرعب منتخبات أوروبا الكبرى بلا استثناء. فالجميع في القارة العجوز يتذكر جيدا كيف أطاح الأسود بإسبانيا والبرتغال في المونديال السابق، وكانوا سببا مباشرا ومذلا في إقصاء المنتخب البلجيكي الذي كان يتصدر التصنيف العالمي آنذاك، بعد أن هزموه بهدفين نظيفين دون رد في دور المجموعات. وزاد مدرب اسكتلندا في حديثه كاشفا الكواليس: لقد حذرت لاعبي فريقي لاعبي منتخب اسكتلندا بكل قوة ومنذ بزوغ القرعة من مدى خطورة وقوة لاعبي منتخب المغرب قبل هذه البطولة، وقلت لهم حرفيا: هذا المنتخب هو بطل إفريقيا الأوحد وواحد من أفضل وأعتى المنتخبات في العالم بأسره، وليس في قارة إفريقيا وحسب. ما يحدث من تطور مرعب في منظومة كرة القدم المغربية ليس مفاجئا على الإطلاق لمن يفقه كرة القدم، فالمنتخب المغربي يمتلك ترسانة من اللاعبين الذين ينشطون على أعلى مستوى عالمي، بوجود نجوم من طينة إبراهيم دياز وأشرف حكيمي وياسين بونو، وهؤلاء اللاعبين يمتلكون خبرات قوية جدا، وسبق لهم أن خاضوا معارك كأس العالم وحققوا إنجازا عظيما بالوصول إلى المركز الرابع عالميا. وفجر المدرب قنبلة مدوية عندما وضع المغرب في صدارة الترشيحات للمجد العالمي قائلا: من الممكن جدا بهذا المستوى الخرافي أن يكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات الستة المرشحة فوق العادة للفوز ببطولة كأس العالم الحالية. برأيي الشخصي، المنتخبات الستة المرشحة وبقوة للمنافسة على اللقب هي البرازيل، المغرب، إسبانيا، البرتغال، فرنسا والأرجنتين. هذه المنتخبات تمتلك لاعبين على أعلى طراز، لكنني أكررها: لم أتفاجأ تماما بقوة وشخصية لاعبي المغرب الكبار، فهم يمتلكون كل المقومات والأسلحة لرفع كأس العالم وعودتهم باللقب. واستدل على ذلك بالطفرة الشاملة، مذكرا الجميع بأن منتخب المغرب تحت 20 عاما قد تمكن في وقت سابق من التغلب على منتخب البرازيل، وفي النهاية فاز ببطولة كأس العالم لتلك الفئة، مما يثبت أن ما يحدث ليس صدفة أبدا كما يتردد على ألسنة بعض الحاقدين.
وهنا جاءت اللحظة المشحونة بالتوتر، حيث حاول صحفي جزائري في قاعة المؤتمر التسلل بسؤال خبيث ومستفز، سائلا المدرب الاسكتلندي: ما رأيك في ضعف مستوى المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة؟ لكن رد المدرب الاسكتلندي جاء كالصاعقة المدوية وصفعة تاريخية ألجمت السائل تماما، حيث رد بكل حسم وغضب قائلا: عن أي منتخب ضعيف تتحدث أنت؟ هذا المنتخب هو أحد المرشحين وبقوة للفوز ببطولة كأس العالم. منتخب المغرب تصنيفه العالمي الحالي هو رقم 7، ومنتخب البرازيل رقم 6 عالميا، فالمنتخب المغربي لا يقل تماما في قيمته الفنية والتكتيكية عن المنتخب البرازيلي، وهو يختلف تماما وبعيد كل البعد عن كل المنتخبات العربية والإفريقية الأخرى. وأنا شخصيا ضد أي مقارنة تعقد ما بين المغرب وما بين بقية منتخبات العرب أو الأفارقة. هذا المنتخب يمتلك كوكبة وفضاء من النجوم، ويستطيع الفوز بكأس العالم لأن لاعبيه يمتلكون خبرات مرعبة بحكم لعبهم في أكبر وأقوى الدوريات الأوروبية. وتابع المدرب الاسكتلندي توبيخ الصحفي قائلا: كيف تجرؤ على القول بأن المغرب سيعاني أو تحاول التقليل منه؟ نعم، قد يقول البعض إن السامبا البرازيلية هي العقبة التاريخية للمغرب، والتاريخ لا يكذب، ويذكر سحقهم بثلاثية في مونديال فرنسا 1998، لكن التاريخ لا يرحم من لا يتطور، والمغرب اليوم دمر تلك الصورة النمطية. وأنا أحذركم بقوة، بعد الذي رأيته في هذه المباراة سيذهب المنتخب المغربي بعيدا جدا في بطولة كأس العالم الحالية، وسيضمن التأهل رفقة البرازيل إلى الدور القادم حتما. لا أعلم من سيقبع في المركز الأول ومن سيتأهل ثانيا، ولكنني أؤكد لكم بثقة عمياء أن المغرب والبرازيل هما المتأهلان من هذه المجموعة. وفي نهاية تصريحاته الصادمة أبدى المدرب تخوفه الشديد على مصير منتخبه الاسكتلندي قائلا: المنتخب المغربي قادر تماما وبسهولة على الفوز في المباراة القادمة على منتخبنا منتخب اسكتلندا، وبنتيجة كبيرة وثقيلة جدا، لا سيما بعد هذا الأداء، ويستطيع أيضا الفوز على منتخب هايتي، وبالتالي تأهلهم مسألة وقت ليس إلا. أما عن بقية المنتخبات العربية أو الإفريقية فأنا صراحة لا أتابعها ولا تستهويني، بل أتابع المنتخب المغربي وبقوة وبشغف كبير، بحكم أن تصنيفه العالمي ومستواه يضعه جنبا إلى جنب مع المنتخبات الكبيرة في أوروبا، ولديه القدرة الفائقة على هزيمة أي منتخب في العالم مهما كان اسمه. المغرب يمتلك كل المقومات والشخصية القوية، ويمتلك مديرا فنيا على أعلى مستوى من الذكاء من أجل التتويج ببطولة كأس العالم، فهو بطل كأس إفريقيا عن جدارة واستحقاق كاملين. وأنا ضد كل ما يروج له البعض من المتربصين بأن المغرب لا يستحق أن يكون بطلا لإفريقيا. المغرب بلا شك أقوى بكثير من المنتخب السنغالي ومن أي فريق آخر، وفوزه بالبطولات ليس مفاجأة، بل هو الواقع الحقيقي لكوكبة النجوم التي يمتلكها. لقد قلت للاعبي اسكتلندا قبل البطولة، وكنت واثقا أن مواجهة المغرب ستكون أصعب مباريات على الإطلاق، وهو منتخب قوي ومتكامل، ويمتلك عناصر مرعبة في كل شبر من الملعب وفي كل الخطوط والدفاع بشكل خاص. في الختام يا سادة، نحن أمام شهادة تاريخية من مدرب عالمي يرى بعينه الرعب الذي ينتظر فريقه أمام أسود الأطلس، شهادة تخرس كل لسان حاول التطاول أو التقليل من قيمة هذا الجيل الذهبي الذي لا يرضى بغير المجد بديلا. المغرب يثبت يوما بعد يوم أنه فخر العرب وإفريقيا، وأنه قادم لزلزلة عرش الكرة العالمية. والآن شاركونا في التعليقات، ما هو توقعكم لنتيجة مباراة المغرب القادمة ضد اسكتلندا؟ هل ترون الأسود قادرين على تحقيق فوز تاريخي عريض كما توقع مدرب اسكتلندا نفسه؟ اكتبوا آراءكم وتوقعاتكم الآن في التعليقات، ولا تبخلوا علينا بعبارة ديما مغرب لتهزوا بها المنصة. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على نبينا الكريم، والضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتظلوا دائما في قلب الحدث الكروي.